بص يا جماعه، الراجل ده جاب منديل وبعد كده جاب قلم رصاص وكتب كده حاجه على المنديل، تقريبا تعويذه او حاجه، بعد كده قعد يفرك كده في المنديل وبعد كده حط على الطبق فالمنديل ولع. فاحنا هنعمل التجربه دي مع بعض، بس قبل ما نعملها كده اللي هيعرف الحل ليه الساعه الام 4 دي هديه. دي ساعه بصوا المفروض ان هي بتقيس النبضات والقلب وفيها حوارات كتيره جدا، فاول واحد في الكومنتات هيقول الاجابه صح هيكسب الساعه دي هديه. ولو في القاهره والجيزه فانا بنفسي اللي هنزل اوصله الساعه دي في اي محطه مترو. لو في محافظات بقى وكده فدي تبقى شركه شحن. فهنسيب بقى كده الساعه على جنب ونبتدي التجربه بتاعتنا. فمبدئيا كده هنجيب الطبق وهنجيب القلم الرصاص بتاعنا وهنجيب المناديل. دي كده الحاجات يعتبر اللي الراجل استخدمها في الفيديو. فهنمسك كده المنديل اول حاجه، فاحنا اصلا هنجرب ونشوف هل هتنجح معانا اصلا ولا لا. فلو نجحت معايا يعتبر انا كده عرفت الطريقه. فاي حد هيقول لي بقى الاجابه الصح في الكومنتات زي ما قلت لكم هو ليه الساعه دي هديه. فهنجيب المنديل وهنكتب عليها، انا مش هكتب اللي هو كتبه، انا هكتب اي حاجه عليها. هكتب سويلم. هنحاول نكتب عليه سويلم مثلا زي ما انتم شايفين كده، كتبنا عليه اهو يعتبر سويلم، عشان ممكن تكون باين اصلا في الكاميرا ولا لا. هنجرب بقى نجيب الطبق اهو طبعا فاضي ما فيهوش اي حاجه، وهنجرب بقى نولع في المنديل. بصوا حاجه زي كده عايز تعمل قدام الكاميرا، الطبق قدامك اهو، حط عليه المنديل كده. المنديل بيولع، المنديل بيولع، شايفين الدخان؟ اوف، المنديل ولع، المنديل ولع يا لهوي يا جدعان. هنولع في الاوضه كده، هنولع في الاوضه كده، هنولع في الاوضه. ايه يا جدع، في ايه يا جدع، في ايه يا جدعان؟ لا هنولع في الاوضه لا. طب معلش هنجرب منديل تاني كده اهو، نكتب عليه برده سويلم. مش لازم سويلم، اكتب عليه اي بتنجان مثلا اهو، كتبت عليه تمام. هنجرب نحط المنديل كده تاني ونشوف هل هيولع ولا لا. اهو لايف قدامكم المنديل بيطلع دخان وولع كده. تاني منديل يعتبر نجح معايا ان هو يولع. نقفل بقى كده، نقفل عشان ايه الاوضه اتغرقت دخان. فكده تاني منديل نجح معايا. انا هجربها للمره الثالثه عشان ايه بس ايه الناس اللي بتشكك يعني قدامي كده، ده ولا سحر ولا شعوذه يعني، عشان بس ايه الكلام ده طبعا الكلام ده عبيط والكلام ده مالناش فيه، هي تريكايه بس. والله اللي يعرف التريكايه دي ايه هي يبقى تمام نجح معانا. فهنجيب منديل تاني اهو، دي التجربه الاخيره عشان الناس اللي هتشكك هتقول انت بتعمل حركات وبتعمل بتنجانات. ده هو المنديل اهو قدامكم، فوالله الطبق اهو قدامكم، طبق ما فيهوش اي حاجه اهو قدامكم يعني، الطبق فاضي اهو. وهنجيب المنديل، بس انا ما كتبناش اللي بنكتبه. نكتب مثلا محمود، بلاش سهوله المره دي. فكده يعتبر هو كاتبين محمود المره دي. فوالله اللي هيشكك اللي قدامك اهو الطبق فاضي اهو، تاني الطبق فاضي واحط عليه المنديل بس. ابص هو لوحده اصلا بيولع، بيسخن بيطلع دخان وبعد كده بيقوم مولع كده. اظن مالكوش حجه. نقفل بس الليله دي عشان ايه شكلها، انا حاسس مش هقفل التجربه غير لما اولع في الشابلود. فوالله كده تمام، التجربه نجحت معايا. اللي عرف بقى التجربه دي ايه الحل بتاعها يكتب في الكومنتات، واول واحد هيكتب الاجابه صح ده اللي ليه هديه. يعني اول واحد هيكتب الاجابه صح وهرد عليه ده يعتبر هو اللي قال الاجابه صح. فخلينا بقى نشوف مين اللي عنده قوه ملاحظه اللي عرف التجربه صح. هو الحوار فيه تريكايه بسيطه جدا 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 بتتعمل، هو ولا سحر ولا شعوذه عشان طبعا مفيش الحاجات دي، هي تريكايه او خدعه بصريه بسيطه جدا ومش هقول اكتر من كده. نحاول بقى نطفي نشوف في ايه بقايا حصلت في الاوضه. خربت خالص خربت خالص. فبس كده دي كانت خدعه بصريه بسيطه، اللي يعرف يقول لي تحت في الكومنتات ايه هي الحل بتاعها وايه هي اللغز بتاعها. وبس كده، جاي تاني الفيديو. لو عجبك الفيديو تعمل لايك في البيج، عايزين نوصل ل 100,000 ارباط. سلام.